مصيبة مصيبة. تونس بنك نقطي لكل منتخب في مجموعته في المونديال، يخسر بالخمسة من السويد في مشاركة للنسيان. انت ايش حتسوي امام اليابان؟ ايش حتسوي امام هولندا؟ خمسة هذا، وانا اشجعكم وادعمكم. خمسة اللي ما تخاف رب. من وين طلع لنا انيس ياسين العياري؟ من وين طلع هذا؟ من اصول تونسية، وكان يبغى يلعب لتونس، ولكن والده رفض، لأن قال السويد هي من استقبلته، السويد من دعمته، السويد من طورته. 5 انت قربت هدفين وتصير مثل كوروساو. ما هذا يا توانسة؟ فظيع. المدرب وقت اللي يتكلم بالطريقه ذي هو ديجا خارج الموضوع جمله، معناتها بالنسبه لي أنا المدرب وكاني به مش هو اللي يشرف على المنتخب، وكاني فما واحد اخر قاعد يسير في المنتخب، وقاعد اللي عمل المرحله هذه الكل 3 ل 4 شهور اللي يخدموا في المنتخب التونسي. هذه 5 مباريات بالنسبه لي هو كمدرب في المنتخب التونسي، اللي قاعد كل مره يورينا دو بير اون بير. خاطر وقت اللي تجيب مدرب من الاول على الاقل يقول مش عارف المجموعه، مش عارف الملاعبيه، لكن السيد هذا اللي بعد الرابع ماتش والخامس ماتش عملهم اخي بارشا من اللي بدا. ما كاني بيه ما نعش عليه انا، افكاره تشتت ولا يخمم في حاجات اخرين ولا يتفلسف برشا. على خاطر بعد ساعات انا والله في عالم كره القدم انا حتى قبل مع برشا مدربين الاختيارات ما انت كي تكون مع اي تي هكا اي تي وبعد كندا معناها ما فماش كي ماتش ريفيرونس راهو باش تقيس عليه. كان تحب نحكي واقع راهو بلجيكا، مش حتى بلجيكا، النمسا ب10 النمسا تلعب في 18 نتاعنا. معناها فما برشا هكا حاجات يوريو انه الامور مش ماشيه. ساعات وبليجي ندزوا مع المنتخب تجم الجمعه قبل الكوب دي موند باش تشد المنتخب في كوان ولا المدرب الوطني. مالوريزمون كلنا توانسه ونحبوها تمشي ليكي، اما ما حصل البارح يخليك اليوم تتكلم لتفادي فضيحه. سمعت السيد شقال في التليفون قبيله لا مش غلط راهو جاي اليابان واحد ما دخلوناش ريكور جينيس معناها. كلامه مش غلط اللي كان يحكي فيه المواطن التونسي هذا. تو التخوفات بتاع توانسه كل راهو تعرف اخي بحاجه في الكوره رفيق. وقت اللي الفريق يدخل في الدوت، اذا دخلت في الشك والمجموعه دخلت في الشك غادي معناتها تولي صعوبه كبيره. وهذاك علاش الكلام اللي تقول فيه انت بالنسبه لي انا، اسكو السيد هذا قادر المرحله هذه ينجم يكمل بين روح بين اسبري بين لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. سامحني يا ربي، بعثت لي برشا اشارات انه فما حاجه مضره لصحتي وانا باقي نعاود نشجعها ونتبعها. ربحتنا جمعيه ما تعرفش معناها جول، قال لهم جول الاربيتر باللونجلي ما فهموهش. راني بدلت نظامي الغذائي على خاطركم، معناها فطرت 8 متاع الليل، تعشيت ماضي ساعه متاع الليل باش نبدا حاضر وقت الماتش. بدلت الدعاء متاعي بعد الصبح، مستنس ندعي خالتي مريضه ربي يشفيها، دعيت للمنتخب وشي ما نفعش. بدلت شربي، هبطت ديريكت وتي وقلوب ل4 متاع الصباح، حاجه ما تصيرش. بدلت الكرسي، بدلت التلفزه، وصبري اللموشي ما يحبش يبدل. جراهام بوتر يربحنا يا اخي، مش صناعه تليفونات هذا عام 872. صدقني تبعوه تلقاوه ما فما حتى جمعيه ربح فيها اكثر من اللي خسر ابار سوانزي سيتي. البونتو الرابع ماركاهولنا جور ماهوش عارق، مازال يمشي هبط ماركه. صبري في فرنسا مش يقولوا اون جونج با اون ايكيب كي غاني، تي هاي كيبير وما حبش يبدل يا ربي، وهو حب يهبط بونتا. وباش ما نسبوش الناس الكل، فما جوار تونسي ابدع اليوم، ياسين العياري نتاع السويد، راهو ما يفهموش معناها جول وربحونا. سامحني يا رب. صباح الخير شباب. البارح حلمت المنتخب الوطني التونسي يوكل 5 من السويد. لطف يا ربي، ملا كابوس وملا فال وملا حلمه حلمتها، الله لا يوريها لنا. اليوم نهار الاثنين، ما قالوا نهار الاثنين الموعد نتاع مباراة المنتخب الوطني التونسي والسويد. بون شانس للمنتخب الوطني التونسي، خاطر 5 مستحيل كانت نجم تلعبها وتاكلها في كوب دي موند. نتصورها نتاع بارتي فيفا ملمومين الصحايب يلعبوا ببعضهم. باش تقول لي بارتي في كاس عالم صعيب ياسر، معناها ما نتصورش كان فما اونترينير ويكيب بشكل 5 من السويد. والله عيب والله بالحق. تو معناها بخلاف الكورة راهو فما ايماج نتاع بلاد، راهو عمره ما صار علينا هكا في أسوأ حالاتها ليكيب ناسيونال. ما تاكلش 5 هكا العباد تتفرج معناها. مسكينة تونس والله مشينا نوخر ما نعرفش.
ما عندناش نيفو نتاع كوب دي موند، ما قلتها 3000 مرة، ما الكورة ما فيهاش كذب وما تسامحكش، معناها تستحق 5 تاكل 5. تلعب التالي خايف، كنت أضعف منافس باش تلعب له، مالا كنت هولندا والجابون كيفاش باش تلعب، كيفاش فضايع حبيت صار 5 متاع الصباح، حول ولا قوة إلا بالله. ملاعبية متاع المنتخب التونسي، يجا بابا نحكي لك، يجا بابا. أول ماتش عندكم مع السويد وقتيش؟ بوقتنا احنا ما 3 متاع الصباح نهار اثنين. تعرفش معناها باش تتفرج في ماتش ما 3 متاع الصباح؟ لازم وقتاش تبدا في القهوة ماتش كوب دي موند، تعرف وقتاش؟ ماضي ساعة متاع الليل. اش معناها بابا العزيز؟ معناها ماناش باش نرقدوا ونهار اثنين نصبحوا نخدموا. الماتش من 3 ل 5، ما ترجمش ال5 متاع الصباح تروح ترقد، لازمك تشد روحك وتبدا تخدم نهار اثنين. لاندي والدي نهار اثنين، بداية اسبوع موافقة. وماك تعرف انت نهار اثنين في الادارات نتاع التوانسه وفي الخدمه كيفاش يبدا الناس ناقصه نوم وناقصه تعب، ويعلم بها كان الرب العالي، واحنا باش نتفرجوا فيكم. يرحم والديكم، ما توترولناش اعصابنا، ما تطلعولناش الدم والتونسيون 70 واحد يعدي بداية اسبوع الزبله. واضح؟ دونك اسويونا رواحكم. هاك ال5 متاع بلجيكا يرحم والدين ووالديكم، هاك سويد سي بون، سويد مريقل كذا بيض شعراتهم مصفر، حنينات ما احلاهم. نعرفكم قارحين نصور وكذا، ما تخرجوناش الفلاس اللي فيكم يرحم والديكم. خليونا رايدين، خليونا مسلمين، ما تخليناش نهار اثنين نعديوه نهار كلب. واضح؟ يلعبوا رجال يقفون اخويا بالباهي، ما توترولناش اعصابنا، رانا باش نصبحوا نهار اثنين نصبحوا نخدموا. راهو جرايالكم كان نرقدوا وما نمشيوش نخدموا، تردونا من خدمنا نصبحوا بطاله ونشبعوكم بتعشر. واضح؟ ابعثوه الفيديو هذايا جوارات ليكيب ناسيونال، يرحم والدين والديكم. ما توترولناش اعصابنا، العبوا رجال، ما توترولناش اعصابنا. ما دقاش قرانا اللي يجي يربحني بال5. شنية هذايا؟ من بعد ال5 متاع بلجيكا يستنينا باش تكون فما خدمة، تسنينا باش تكون فما اصلاحات في المنتخب. شنية هذايا اليوم في كاس العالم ضربتني السياد ب5؟ وين الخدمة يا اخي؟ شيء وفما شيء. وليه وعلى ال5 متاع الصباح يعني مسهريننا ومتعبيننا باش في الاخر نبلعوا 5. اموال 5 متاع بلجيكا يكليناها بالصباح، ما تعبناش عليها، هذه سهرنا لها. والله ولا يحرم عليكم، والله تعبتونا. والله كيف تشوف كيف الجزائر ربحت في هولندا، وكيف المغرب البارح قررت البرازيل الكورة، تستنى من منتخبك انت زاده باش يفرحك ويعمل نتيجة باهية. لكن للأسف منتخبنا التونسي من 5 متاع بلجيكا ل5 متاع السويد. مو اليوم ماركينا بونتو شرف هكا، ونحن كالعادة منتخبنا التونسي نيل كان شرف في المحاولة، شرف في المشاركة، ما نفسوش نحن كالعادة تلعب 3 بارتي وتروح. لا 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 والله شنو نقول لكم، خيبة أمل كبيرة برشا من المنتخب. المدرب وقت اللي يتكلم بالطريقة ذي هو ديجا خارج الموضوع جملة، معناتها بالنسبة لي المدرب وكأني به مش هو اللي يشرف على المنتخب، وكأني فما واحد آخر قاعد يسير في المنتخب، وقاعد اللي عمل المرحلة هذه الكل 3 ل 4 شهور اللي يخدموا في المنتخب التونسي. هذه ال5 مباراة بالنسبة لي هو كمدرب في المنتخب التونسي اللي قاعد كل مرة يورينا دو بير اون بير. خاطر وقت اللي تجيب مدرب من الأول على الأقل يقول مش عارف المجموعة، مش عارف الملاعبية، لكن السيد هذا اللي بعد الرابع ماتش والخامس ماتش عملهم أخي برشا من اللي بدا. ما كان يبي ما نعش عليه أنا أفكاره تشتت، ولا يخمم في حاجات أخرين، ولا يتفلسف برشا. على خاطر بعد ساعات أنا والله في عالم كرة القدم أنا حتى قبل مع برشا مدربين الاختيارات مالتك كي تكون مع اي تي هكا، اي تي وبعد كندا معناها ما فماش كي ماتش ريفيرونس راهو باش تقيس عليه. كان تحب نحكي واقع راهو زاد مش حتى بلجيكا، النمسا ب10 النمسا تلعب في ال18 نتاعنا. معناها فما برشا هكا حاجات يوريو انه الامور مش ماشيه. ساعات وبليجي ندزوا مع المنتخب، تنجم الجمعه قبل الكوب دي موند باش تشد المنتخب في كوع ولا المدرب الوطني. مالوريزمون كلنا توانسه ونحبوها تمشي ليكي، اما ما حصل البارح يخليك اليوم تتكلم لتفادي فضيحه. سمعت السيد شقال في التليفون قبيله لا مش غلط، راهو جاي اليابان واحد ما دخلوناش ريكور جينيس معناها. كلامه مش غلط في اللي كان يحكي فيه المواطن التونسي هذا. تو التخوفات بتاع التوانسه كل راهو تعرف اخي بحاجه في الكوره رفيق، وقت اللي الفريق يدخل في الدوت
اذا دخلت في الشك والمجموعه دخلت في الشك غادي معناتها تولي صعوبه كبيره. وهذاك علاش الكلام اللي تقول فيه انت بالنسبه لي انا، اسكو السيد هذا قادر المرحله هذه ينجم يكمل بها بين روح بين اسبري بين ما تسبري؟ تسالنيش هذا السؤال باش نساله لك، هل هو قادر نعم او لا؟ لو كنت عضو مكتب جامعي اليوم ولا انت زياد الجزيري اللحظه ماذا تفعل؟ ريونيون ما ساعتين تاع صباح في المكسيك تو ولا ما ثلاثه، شو تعمل؟ هو بالنسبه لي انا المشكل الكبير اللي نقوله لك، المشكل الكبير اللي موجود الستاف اللي موجود الكل تابعه هو ديجا. ما عندكش انت توانسه اللي موجودين، وهذه ديما غلطه مالوريزمون نتيحوا فيها في وقت. منذر الكبير في المكسيك اي ما منظر الكبير ينجم يكون حل. شكون الناس اللي معاه؟ لازم شكون الستاف كامل معاه. الخزن ينجم وهبي ينجم يخدم منظر واحد، ينجم يخدم وحده على زوج ماتشات، ينجم يخدم وحده. منظر مدرب محنك رانا المنتخب خدم نجح، عمل حاجات باهيه عمل حاجات اقل، لكن ينجم يكون حل من الحلول. حل من الحلول تنجم تطلع انترنور من تونس، ينجم ينجم تطلع انترنور من تونس، تنجم تلقى اي حل لتفادي اي نجم كارثه اخرى. وكما قلت لو يكون جوارديولا اليوم ياكل 5 ومن بعد 5 راه ما عادش يلقى ما يقول الملاعبيه، ما عادش نجم ينظر عليهم، ما عادش نجم سيبوهم. بالنسبه لهم فشل، خرجهم في صوره خايبه مع بلجيكا، بدل الخطه خرجهم في صوره خايبه، خلى حتى الطرف روندمون اللي كانوا ينجموا يعطيهم. مش معناها عندنا راهو دي بريزيليان احنا، مش معناها عندنا دي بريزيليان، ولكن اقلب بوز 3 5 2 3 5 0 بن سليمان القدام، 2 افون سونتر على البنك، نخرج ارير دروا، ندخل جوار مش ارير دروا. هالفوضى العارمه خرج الوسط كامل، خرج وسط كامل، ما عادش يقدر يتواصل. تصعب جدا انه يتواصل اليوم مع الملاعبيه وانهم يسمعوه. يا اخي القرار يرجع للمكتب الجامعي، مش سهل القرار للمسؤولين اللي غادي، اما اللي تحطوا غادي واللي عقدنا فيهم النوار، نحكي خاصه على زياد الجزيري، يتحملوا مسؤولياتهم اليوم، ياخذوا القرار اللي يلزم يمنع صوره المنتخب مهما كلفتنا التكاليف. استاذ تصديق لكلامك رفيقه، خاطر احنا راهو خارجين من 2 ديسيبسيون، بطوله عربيه ديسيبسيون، كوب دافريك ديسيبسيون، توا باش نزيدوا كاس العالم ديسيبسيون، باش يولي ياسر علينا الحق نتاع ربي. باش يولي ياسر علينا. رفيق الامباكت نتاع المدرب الجديد باش نكونوا واقعيين، كيفاش باش يحكي معاهم الجوالات؟ انت تجيبوا قبل بنهارين. انا معناتها الحاجه المناسبه انه ما نعرف زياد الجزيري يحكي معاه، زياد ياخذ هو الديسكور، يلمان الديسكور في الفيستيرات، واكيد راهو زياد قاعد يحكي. باش تجيب مدرب على نهاريش كيفاش باش يحكي وكيفاش باش يغزروا له الملاعبيه؟ ان توكا باش يغزروا له بافضل من قاعدين يغزروا صبري لموش، هذا ثابت واكيد. وفما دي زونترونور اللي تحب ولا تكا مش نسمي باش ما نوليو زاد ندافعوا على هذا باش يجي ولا كذا، اما عندهم نوع من كاريزما تحترموا كل الملاعبيه، واللي باش يخرج على الخط ياخذ طيارته ويمشي. اذا كان زاد يلزمنا نقنعوه بمدرب جديد، عندنا مريول وعندنا نجمه وهلال نمنعوا في صورتها اليوم في كوب دي. اذا كان مش عاجبك قرار مكتب جامعي يقعد على البنك، معناها تنضبط لقرار المكتب. وعملتها الكوت ديفوار في الكوب دافريك بعد الماتش الاول، بعد فضيحه في الافتتاح في بلادهم، ووصلت غاديك وهزت الكوب دافريك. معناها كالرجه وكالحاجه لازم حتى بلي شونترينور يمكن ابرك راهو تو والله سي با بيرسونيل، معناها نجم تنحي خاطر الجو تو سي بون تكهرب، الناس كلها على اعصابها ولات، الناس كل طلب على الايماج نتاعهم، تحب ولا تكره خارج الملاعبيه راسهم راس الجول قدام شعب 12 مليون، تحب ولا تكره هو بينجم يمشي ولده يعمل عركه ويهز ويروح، ولكن يقعدوا في الاخر الملاعبيه ذاك اش عندنا افكتيف شنو باش نجيبوا ملاعبيه اخرين زعما احنا باش نطردوهم. دونك هما زاد عندهم مستقبل مع منتخب وعندهم دي كوب دي موند جايين، واشتر ليكيب راهو معدل الاعمار صغير ومازال مستقبلهم قدامهم مع المنتخب. واللي يغيظك شويه انه تحس انه ديما رغم انه ديسو احنا من روندمون وعارفين ما نجموش نمشيو لبعيد برشا، ولكن فما كوميم بوادر نتاع دي جوار تكنيك مو عندهم شويه كوره. كي نشوف تونيكتي وحده، كي نشوف سعد وحده، كي نشوف العاشوري وحده، مش معناها ملاعبيه فلتات، ما يمكن فما دي جينيراسيون في ليكيب ناسيونال ما يجيوش فيها 6 7 ملاعبيه يعرفوا يمشيو ان كونتيران. معناها وصلت بريود عندنا يوسف ووهبي والسلام الباقي كل بيفوات وطلع بلوك وهبط بلوك، ولكن الموجود ما بنينا عليه حتى شيء، كل شيء رجع للصفر معناه بالموجود. شكرا لكم أصدقائي على مشاهدة الفيديو، كنتمنى أنه نال الإعجاب ديالكم. كما شفتوا أن فتحي المولدي صافي قال كلشي بالتمام والكمال، داكشي الحقيقة. هادشي باش يعجبني أنا فتحي المولدي تيقول الحقيقة كما هي. المغرب هرب بسنوات ضوئية على شمال إفريقيا وعلى إفريقيا كاملة. كما شفتوا أن كارلوس كيروش مدرب السميه ديالته كتجلي ليا، مدرب ديال جنوب افريقيا في المغرب ديك النهارات، وبعيده علينا التيران، بعيد علينا. اليوم صحاب العبايله غوتو كذا، صحاب ماتش افريقيا 2 كارت حمراء، انهزام 2-0،
والشطحه ديال تشابالالا اللي داروا في 2010 على المكسيك ها هو ردها لهم اليوم اللاعب المكسيكي. ما تتبقاش الاخرى. تحياتي لكم وديما ديما ديما مغرب، ونتمنى المنتخب الوطني المغربي يمشيو اقصى نقطه في كاس العالم، ولما لا النهائي. الحلم كبير وكبير جدا.